ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ استنى. شوفوا، يعني ما شاء الله الكميه طلعت 3 برطمانات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل لكم بقى مربى المشمش. ما تعرفوش انا لفيت على المشمش ده قد ايه يا جماعه لحد ما جبته. المشمش كان خلص، بس المشمش ده ما شاء الله اللهم بارك. الحبايه كبيره، وكان مستوي كده شويه وحلو قوي. فهو المشمش ده اللي حلو جدا في المربى على فكره، مش الناشف. لان ده هيدوب بسرعه. شايفين عامل ازاي؟ هاتينا يا ياسمين كده وريهم. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ يعني الواحده مقسومه على 4، يعني ده كده ربع بالطول اهو. شايفين؟ فدوت بقى ايه، مرضتش اعمله نصين عشان لقيته ما شاء الله كبير، فعملت 4 زي كده. عايزينه بقى انتوا تقطعوا حتت صغيره براحتكم، بس انا بحبه كده. انا بحب اما اجي اعمل مربى فاكهه تبقى قطع. فدول 2 كيلو مشمش. ال2 كيلو مشمش دول عليهم كيلو سكر، وعليهم كل كيلو عليه يا ليمونه كبيره يا ليمونتين وسط. فانا ما عنديش ليمون كبير، هحط ايه ليمونتين. يعني ادي ليمونه وادي ليمونه، ده كده كيلو، وادي ليمونه وليمونه للكيلو التاني. ماشي. فانا بقى هنا ايه، هعصر بقى الليمون الاول كده. هعصر بقى الليمون عليه كله. هنا بقى انا كده خلصت الليمون كله. عصرته كله، حطيته على المشمش. ليه بقى انا حطيت الليمون الاول؟ عشان ما يخليش المشمش يسود. ماشي. فهقلبه بقى حلو كده عشان الليمون ايه يخش في كله. كده. لو انتوا بقى ما بتحبوش يعني المربى مسكره، ممكن ما تحطوش الكيلو كله. انا حطيت كيلو الا ربع. ماشي. هو المفروض كيلو يعني، بس انا حطيت كيلو الا ربع حبه يعني، ما كانتش حتى ربع كيلو. هقلب بقى ده كله. ولو انا لقيته هيعوز سكر تاني بعد ما اسيبه، ممكن احط له عادي، عشان المشمش اصلا من طبيعته بيبقى مزز. فهو المفروض يعني ده كان يتحط له كيلو، بس انا ما بحبش الحاجات المسكره. وبعدين انا بقى بعمله عشان اشيله، علشان باذن الله باذن الله كده ربنا يدينا الصحه وطول العمر كده يا رب ويديكوا. بحب قوي البيتي فور. انا بحب مربى المشمش قوي في البيتي فور. ساعه رمضان اللي فات قعدنا ندور على مربى مشمش في كل الاماكن، ما كنتش لاقيه خالص فين وفين، لحد ما لقينا، ولقينا البرطمان الصغير. فقلت لا، انا هعمل بقى واخزنه يعني لاي حاجه. هطلعه اهو كده. خلاص انا بقى كده هسيبه في التلاجة ليله كامله، يعني من دلوقتي لحد بكره باذن الله. وبعد كده هوريهولكوا بقى وانا بعمله. هنا بقى بعد ما طلع من التلاجة بعد ليله كامله، شايفين بقى منزل ميه قد ايه؟ السكر كان تقريبا كده داب، هو كان في حاجه بسيطه بس في القعر. بس شايفين بقى الميه اللي نزلت دي بقى اللي هتخليلكوا المشمش. بصوا، حاجه تانية خالص في المربى. هي دي اللي بتعمل الصوص التقيل ده. بجد بتبقى تحفه يعني. وبتسهل كمان عمليه السوا في المشمش. ولو المشمش انت جايباه مش مستوي زي اللي انا جايباه مستوي، لو انت جايباه ناشف شويه يبقى بتزودي السكر. انا كده اكتفيت بالكيلو الا ربع اللي انا حطيته، وطلعت مظبوطه جدا على فكره وجميله جدا. هنا بقى طبعا انا نقلتها في حله عشان هحطها على البوتاجاز، وهحطه بقى على البوتاجاز من غير اي اضافات. انا مش هحط اي حاجه، هو كفايه الليمون والسكر فقط لا غير، بدون اي اضافات. هتاكلوا احلى مربى باذن الله. هنا بقى طبعا كنت خلاص ولعت عليها وهسيبها بقى عشان تغلي وتخلي بالك منها. هنا بقى كانت غليت، فانا بقى هعمل ايه، كل الريم اللي على الوش ده لازم يتشال. هتطولي بالك بقى كده شويه. طول ما انت واقفه كل الريم اللي بيطلع لازم بيتشال عشان تخلي المربى صافيه ولونها حلو كده. لكن الريم ده هيعمل تكتلات كده مش حلوه في المربى، ومش هيبقى حلوه يعني، مش هيبقى لونها حلو، مش هتبقى صافيه كده وتحسي ان الصوص اللي فيها كده شفاف كده، لا مش هتبقى كده. فزي ما بنشيل الريم في الشوربه وبنشيل الريم في اي حاجه احنا بنغليها، المربى دي من اساسيات المربى. شيل الريم ده يا جماعه، مهما كان كتير شيليه، مفيش اي مشاكل.
وطول ما انت واقفه بقى كده تقلبي وتخلي بالك، ويعني لو هتسيبيه على البوتاجاز وتعملي اي مصلحه تاني يبقى توطي البوتاجاز شويه عشان ما يشدش من تحت، عشان هو المربات عامه بتبقى عايزه التقليب المستمر عشان ما تلزقش، لان طبعا ده سكر. على فكره كان عندي واحده صاحبتي برضو شافت المربى عجبتها جدا، بتاعه الفراوله اللي انا كنت عاملاها قبل كده، وكان لونها تحفه بجد والله، ما حطيت عليها اي اضافات. وراحت متصله بيا وقالت لي المربى جميله جدا، قولي لي بتتعمل ازاي. هي كانت شافت الصوره، يعني ما كانش عندها ساعتها نت، وشافت الصوره كده من الباقه اللي هي الكارت الصغير ده الفكه. قلت لها لا مش هقول لك بتتعمل ازاي. راحت قالت لي لا قولي لي بتتعمل ازاي. قلت لها لا اشحني واتفرجي على الفيديو بتاعي علشان تجيبي لي مشاهدات. قعدت بقى، قعدنا نضحك انا وهي شويه، وبعدين راحت قالت لي طب انا هتفرج ولو في حاجه وقفت قدامي هقول قولي لي. قلت لها خلاص ماشي. فاجبرتها انها تتفرج على الفيديو علشان تجيب لي مشاهدات. ويا ريت بقى كل المتابعين يا حبايبي اللي بيتفرجوا عليا بتتفرجوا على الاعلانات يا جماعه، اتفرجوا على الاعلانات، لان الاعلانات هي دي اللي بتدخل مصدر رزق لاي حد فاتح قناه. لو الفيديو عليه حتى 100,000 مشاهده ومحدش بيتفرج ولا على اعلان واحد، مش هيجي ولا سنت واحد. السنت ده اللي هو القرش بتاع الدولار، فمش هيجيب ولا سنت. فيا ريت يعني تدعموني كده وتتفرجوا على الاعلانات، يا ريت يعني. فهي بقى ساعتها اتفرجت على الفيديو وعملت الفراوله بجد، حلفت بيها يعني، حلفت قالت لي جميله جدا. ومربى المشمش برضو هي عملتها قبل انا ما اعملها، قالت لي بتتعمل ازاي. فطبعا كان لازم اقول لها بقى يا جماعه، ما هو مش هينفع بقى كل مره اقول لها اتفرجي وانا ما كنتش لسه عملتها. رحت قلت لها على الطريقه وراحت عملتها، قالت لي طلعت تحفه بجد. فجربوا بقى الطريقه بتاعتي دي وهتشوفوا عامله ازاي. هنا بقى طبعا كانت غليت كتير على البوتاجازه اهيت، بس شايفين وانا بنزل كده في المعلقه كانت لسه ايه الميه بتنزل بسرعه، فده كده لسه ما اتسبكتش. هتتسبك امتى؟ لما اجي انزل كده شايفين بتتقل، شايفين النقط ما بتجريش بسرعه زي الميه كده، يبقى تمام. بندفي عليها ويكون فيها لسه صوص كده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ هنا بقى طبعا كنت سبتها لحد ما بردت شويه ورحت حطاها بقى يعني في البرطمان. ما شاء الله الكميه طلعت 3 برطمانات، يعني حوالي 2 كيلو، لان طبعا مش لما بيتنقع بينزل منه ميه زي ما شفتوا، فالميه دي طبعا بتتسبك فبتتبخر، فطبعا ده اللي بيفضل. فطبعا كميه ما شاء الله جميله جدا. انتوا عارفين البرطمان الصغنون ده مش عارفه كام جرام؟ بصوا 230 جرام. انتوا عارفين ده انا كنت جايباه بكام؟ ده احنا كنا جايبينه ب27 جنيه ساعه رمضان، عشان لا ما كانش ب27، عشان البيتي فور كان ب30، كان ب30 جنيه من لا كان ب27 والله، كان ب30. ما علينا، يعني شايفين يعني قد ايه ده ب30 جنيه، فحرام يعني ليه؟ يعني انتوا لو جبتوا اصلا كيلو مش هيوصل معاكم ان هو ب30 جنيه. فشايفين بقى القوام، شايفين بتاع المربى، والله ده حلو قوي. شايفين عامله ازاي اهي، يعني بجد تحفه 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 اهي. بصوا حطيلي في الطبق الجميل ده، حطيلي. شايفين اللون زي الجاهز بالظبط. شايفين بقى اللون والقوام، شايفين القطع اهي. اظن ما فيش احلى من كده بجد، يعني بجد والله العظيم تحفه تحفه. وشايفين اللون وشايفين الشكل، يعني حاجه كده اللهم بارك. بس انا هدوقها واقول رايي. تاخده طعمها حلو قوي. هاتي بقى معلقه تانية. تحفه بجد، جربوها بالطريقه بتاعتي هتعجبكم جدا بجد. شايفين اهي، ديت انا كنت هرساها اهي، شايفين القطع، شايفين زي المانجا. والله العظيم بجد حاجه كده ما شاء الله. هتجربوا هتدعوا لي ان شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو لايكات كتير وشيروا يا جماعه، وعايزه لايكات كتير واكتبوا لي كومنت كويس كده حلو زيكم ان الوصفه دي عجبتكم، واللي يجربها يكتب لي ان هم جربوها، ودعوه حلوه بقى منكم. باي. سلام.